همسة عتاب لأحبائي. قلبي الطيب الأبيض الصافي الحنون عمره ما كدب علي أبدا، لكن عقلي الطفولي الساذج المحدود ما كانش بيصدق إحساسي. كنت دايما في صراع بين عقلي وقلبي. عقلي كان رافض فكرة إن الغدر والأذى ممكن يجي من أقرب الناس اللي اديتهم من عمري ومن صحتي، وفي نفس الوقت قلبي المليان بالحب كان بينزف من الحزن والحسرة والخوف من فقد وخسارة أغلى الأحباب. اسمحولي أرفع لكم القبعة، مش احترام ليكم أكيد، لكن بصراحة أنا بشفق عليكم. انتوا وصلتوا لمرحلة صعبة، وهي مرحلة الوقاحة والتفنن في أذى المشاعر. انعدمتوا من الإنسانية، عايشين عميان البصر والبصيرة. هل تعلمون يا أحبائي إن الإنسان ممكن يعيش مجروح المشاعر علشان أحبائه؟ هل تعلمون مدى معاناة القلب من هذا الظلم وهذا الأذى؟ هل تعلمون مدى الإرهاق النفسي والجسدي وراء كثرة النفس وأذى الجسد؟ هل كنتم تشعرون بمرارة الأيام لكي تعيشوا أنتم بأمان وسلام؟ بالطبع لا تعلمون. لا تعلمون الحرب التي كنت أخوضها ضد نفسي، ولا تعلمون بأنني كنت أتظاهر بالسعادة ولكن بداخلي حطام إنسان. فأنا كنت أخوض معركة شرسة بين الواقع والأحلام، وفي النهاية وبعد طول معاناة خسرت المعركة وخسرت الحرب، ونجح القدر في سقوطي. ده قدر اتكتب عليا وأنا سلمت له، مش هعرف أغيره. لكن كل المواقف المؤلمة ادتني دروس، خلتني أرتب حياتي وأبتدي من جديد. ما بقتش بخاف، وما بقاش عندي إيد بتوجعني. الإيد اللي وجعتني كسرتها، والعين اللي خلت عيوني تبكي من زمان قلعتها. استحالة تقدر تكسر واحدة كسرتها الحياة بغدر القريب قبل الغريب. استحالة تقدر تخوف واحدة صديقتها الوحدة والخسارة ملعبها. صدقني، أنا ربنا عوضني بنعم كتير في حياتي، عوضني عن الظلم. فأنا مش محتاجة تعويض من حد، مش محتاجة أصلح صورتي عند حد أو أدافع عن نفسي. فبيني وبينكم الحساب يوم الدين، وعند الله تجتمع الخصوم.